هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى وصفتنا اقتصادية نوعا ما. احنا خلاص بقينا اخر الشهر، وممكن كده نقول ان الوصفة النهارده كده ارداحي. يعني ايه ارداحي؟ يعني وصفة من غير فراخ او لحمة، تنفع بقى لاخر الشهر، تنفع للناس النباتيين، تنفع لفك الزنقة اخر الشهر. اي بقى حاجة عندك خضار في التلاجة جمعيهولي كده ويلا بينا نقول بسم الله. هنبدأ. عندنا بصل، كوسة، بطاطس، عندنا كمان خرشوف، لو عندك قرع حطي، عندنا شوية بامية حلوين، طبعا عندنا شوية بصل محترمين. هنا كده تقريبا عندي 6 أو 5 بصلات، أنا قطعتهم جوليان، ما قطعتهمش كاريه وما حبيتش أحطهم في الكبة. وعندي كمان كوسة هقطعها كده مكعبات. البطاطس برضو هقطعها مكعبات تبقى كده حجمها وسط. يعني حاولي على قد ما تقدري الخضار بتاعك تقطعيه يكون حجم واحد عشان يبقى ياخد سوا مع بعض، تبقي عارفه هتبداي بايه وهتخلصي بايه. طبعا انواع الخضار اللي ما بتاخدش سوا تبقى في الاخر، الخضار اللي بيبقى عايز سوا شويه يبقى في الاول. بس انا وصفتنا النهارده عشان انا حاطه فيها كذا نوع مختلف، هننزل بالترتيب اللي احنا هنشوفه مع بعض. بس طبعا بعد ما اوريكم تقطيعة الخضار كله بالاصناف بتاعته بالشكل اللي انت تحبيه. انا عملته مكعبات، عايزه تعمليه مدور اعمليه مدور، عايزه تعمليه خضار صوابع اعمليه خضار صوابع. طبعا زي ما قلت لك المطبخ ده لعبتك وانتي ست البيت، وتعملي اللي نفسك فيه. اهم حاجه تعملي الحاجه بسرعه وبطريقه حلوه، لان العين بتاكل قبل البق. وكل حاجه هتعمليها صدقيني بتتعبي فيها هتوصل للي بتحبيهم على طول وهيقدروا تعبك باذن الله. زي ما شوفنا كده خلاص دي كميه البطاطس كلها. بس معلش سامحوني، انا عارفه طبعا ان انتوا كلكم شاطرين وبتعرفوا ازاي تقطعوا، بس يعني انا بعمل الطريقه دي للبنات الايه اللي لسه بتتعلم. دي بقى باميه، الباميه دي مقاس واحد، فانا عشان كده بقطعها حلقات. يعني ايه مقاس واحد؟ اللي هي الباميه بتاعت الويكه، اللي يعرف الويكه. انا دايما بستخدم الباميه العاديه مقاس زيرو، فعشان كده انا قطعتها. ده خرشوف، طبعا انا بعشق الخرشوف، وطبعا هو الموسم بتاعه في الشتاء. بس زي ما انتوا عارفين هنا احنا عندنا عشان بره مصر عندنا الفاكهه مجمده، حتى كمان جوه مصر في دلوقتي فاكهه كل السنه يعني. فانا بستخدم المجمد دايما اكتر من الفريش، لان الفريش عندي ما بيبقاش متواجد دايما باستمرار. فهنا عندي كيس خرشوف طلعته برضو يفك وغسلته كده شطفته وقطعته مكعبات. الخرشوف بيبقى حلو جدا في الشوربه وفي الخضار وبالبشاميل وباللحمه المفرومه وبالكريمه، ليه وصفات كتير جدا ان شاء الله نعملهم وصفه وصفه ونستفيد منه، لان الفايده اللي فيه جامده جدا جدا. فاستمتعوا بيه، يعني طعمه بيبقى حلو جدا. وشويه خضار مشكل وشويه فاصوليا خضراء. هنا عندي 4 فصوص توم برضو كده هقطعه يكون كرانشي كده مكعبات عشان برضو احس بطعمه. واول حاجة هنزل بيها في السوا بتاع الخضار بتاعي هنشوفها دلوقتي. في حلة كده عندك انزلي بشوية زيت وعليهم البصل، بس البصل يتشوح كده معاكي تشويحة. هبدأ انزل بايه؟ بالبامية. طب ليه الباميه يا نرمين؟ الباميه اول حاجه هتنزلي بيها، طب هتستوي بسرعه. هقول لكم ليه. الباميه فيها ماده كده جيلاتينيه، لو نزلتها في الخضار في الاخر حتى مش في الاول بس، هتلاقي الخضار بتاعك كده زي الجل شويه، وفي ناس مش هتحب طعمه. فانتي احسن حاجه اقليها. ايوه انا بقليها، انا نزلتها مع الزيت عشان تتقلى شويه معاه، وبقت خلاص كل المسام بتاعتها اتقفلت والماده دي ما نزلتش. وبعدها هنزل اهو بالخرشوف قدامكم، وكمان ب3 فصوص الثوم عادي جدا، بس اشم كده ريحه الثوم والخرشوف برضو يتقلب كده تقلبتين حلوين. هبدا انزل بباقي الخضار بتاعي. نزلت بالفاصوليا والخضار المشكل وهسيبهم شويه على النار، واخر حاجتين هنزل بيهم هما البطاطس والكوسه لانهم مش هياخدوا وقت. وكمان خدوا بالكم ان انا هعمل الاكله دي في طواجن فلسه هتدخل الفرن. هنا انا كان عندي مرقه لحمه نزلت بيها. الناس النباتيين او اخواتنا المسيحيين الصايمين مش عايزين يحطوا مرق لحمه او مرق دجاج، ممكن يحطوا ميه وعليها مرقه خضار عادي جدا. توابلك ايه يا نرمين؟ ملح
كزبرة وشوية كمون وشوية بابريكا ورشة سكر. ايوه حطيت رشة سكر عشان هنزل دلوقتي بالصلصة. 2 باكت صلصة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلب. وحطيت كمان رشة زنجبيل نسيت اقول لكم عليها. بس كده شايفين الحلة بتاعتي بدأت خلاص، الخضار بتاعي كله في استوى دخل والصلصة اتسبكت. هاخده واروح على الطواجن بتاعتي ارص خضاري طاجن ورا طاجن. وبعد كده طبعا هحطه فرن مسبق على درجة حرارة 200 شغال فوق وتحت يكمل سواه لغاية ما الاقي وشه احمر. هبدأ اطلع بالطواجن بتاعتي ونبدأ نرص سفرتنا. طيب هنعمل ايه جنبه؟ انا عملت جنبه رز، بس رزة ورزة. ايوه الرز اهو، خدت نص الكمية حمرتها. تاخدوا بالكم انتوا بتحمروا عشان الزيت وعشان لسعة الرز دي بتبقى وحشة جدا جدا زي الكراميل بالظبط. وقلت لكم قبل كده المعلومة دي، تاخدوا بالكم قوي. رشة الملح دي على اي حاجة بتحمريها، رز او شعرية او مكرونة او بصل، بتساعدك جدا في التحمير بسرعة، وبتساعد كمان لون الرز كله يبقى لون واحد. شايفين بقى لون الرز بقى عامل ازاي؟ اللون المكرمل الحلو ده. نزلت بباقي كمية، هقلبه تقلبتين واظبط الملح بتاعه وانزل بباقي المية. ناخد بالنا تبقى المادة الدهنية فيه كويسة عشان كل الرز يتغلف وما يعجنش منك. كده زي الفل، قلبناه كله تمام. ننزل بقى بالمية بتاعتنا، نشوف مقدار المية قد ايه. زي ما قلت لكم دايما الميه تكون مغطيه وش الرز كده بمقدار نص معلقه او عقله صباع. ظبطت الملح اهو حلو جدا. خلاص اول ما الرز زي ما اتعلمنا دخل بيته، هغطي الحله بتاعتي او الوok واحطه على العين الصغيره، وفوالا احلى رز مفلفل ده ولا ايه؟ بألف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. يلا نبدأ نرص بقى السفرة بتاعتنا. انا النهارده كده حبيت اعمل للولاد شكل الطبق يكون حلو، فحبيت برضه اوريكم طريقه التقديم. كان عندي كده زي طاجن كده صغنون بحط فيه اي صوص او اي شوربه او اي حاجه، عملت شكل رز عليه وضغطته وقلبته في الطبق اللي هياكلوا فيه. بيبقى شكله لطيف ولذيذ. وحتى لو عندك شكل قلب، شكل شمس، شكل هلال، شكل سمكه، اي حاجه عندك في حاجات المطبخ يكون شكلها حلو يشد الاولاد لمنظر الاكل. لان طبعا زي ما قلت لكم النهارده الاكله مختلفه من غير خضار، من غير فراخ او لحمه، فحبيت يبقى كده شكل السفره لطيف وشيك. يا رب تكون الاكله عجبتكم واكون النهارده خفيفه على قلبكم. بحبكم قوي قوي. جربوا الوصفه وان شاء الله تبقى جميله. وما ننسيش ندعي لكل اخواتنا في كل الارض، يا رب نفك كربهم كلهم. وادعوا لي دعوه من قلبكم انا وولادي واهل بيتي. بحبكم قوي قوي. ما تنسوش نعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. ولو بتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك بليز فولو. بحبكم جدا جدا. كانت معاكم مرمر، اشوفكم على خير. باي باي.